شباب تفضل يا شباب. كورة مكانك، كورة عندك وفقي تعال شوف طلب المدرب، شوف مكتوب شنو هو. لازم نحييهم وجهنا. بين قائدي الفريقين محمد الشلهوب من الهلال وتيسير الجاسم مع النادي الأهلي، مع الهازيج من قبل جمهور الناديين. حكم اللقاء الحكم الدولي عبد الرحمن العمري، الذي يقدم حقيقة في السنوات الاثنين أو الثلاثة الأخيرة أجمل المستويات وأعلى المراتب من الناحية اللياقية. عبد الرحمن العمري هو الدولي السعودي حكم لقاء اليوم، يساعد الحكم المساعد الأول هشام الرفاعي، والحكم المساعد الثاني عبد الرحيم الشمري، بينما الحكم الرابع سامي النمري، ومقيم الحكام الحكم الدولي السابق محمد السويل. عبد الرحمن العمري يتجه إلى نقطة المنتصف في انتظار بداية شوط المباراة الأول، والتشكيلة التي كان عليها هذا المدرب السيد أليكس إيليتش المدرب الصربي مدرب النادي الأهلي، الذي يرفض التصوير الآن في لقطة طريفة مع هذا المدرب، ولكنه يدخل بتشكيل يتواجد فيها في حراسة مرمى ياسر المسليم، خط الدفاع سعيد المولد من الناحية اليمنى، جفيد البيشي، كامل موسى، منصور الحربي، خط المنتصف معتز الموسى، والقائد تيسير الجاسم ومصطفى بصاص وسلطان السوادي، بينما في الهجوم بدر الخميس وعماد الحوسني. هذه تشكيلة النادي الأهلي، بينما الهلال يدخل بوجود عبد الله الزديري في حراسة المرمى، ومحمد مسعد، يحيى المسلم، وزايا مع عبد الله الزوري في خط الدفاع. خط المنتصف محمد الشلهوب، محمد القرني، جوستافو بوليفار، وسالم الدوسري، وفي الهجوم يو بيونغ سو اللاعب الكوري مع سعد الحارثي. تشكيلة المدرب الهلالي السيد زلاتكو ديليتش، الذي أتى للهلال بعد أنطوان كومباري، ولكنه حقق في مباريات قليلة كأس ولي العهد، واستمر حتى تفصله نقطة عن التأهل لدور 16 في آسيا، ويحقق ثاني الدوري حتى الآن. سنذكر لكم اللقاءات وسنعرف النتائج. البداية ستكون كما هي في 7 ملاعب من ملاعب المملكة العربية السعودية. بداية شوط المباراة الأول، دوري زين السعودي للمحترفين، للمرة الأخيرة يلتقي الأهلي والهلال بهذا المسمى، دوري زين السعودي للمحترفين، في انتظار دوري عبد اللطيف جميل في العام القادم بإذن الله تعالى. الأهلي بالأبيض الكامل وبالأرقام الخضراء على يمين الشاشة، في تواجد من ياسر المسلي في حراسة المرمى، سعيد المولد، جفيد البيشي، كامل الموسى، ومنصور الحربي في خط الدفاع. خط المنتصف معتز الموسى، تيسير الجاسم قائد النادي الأهلي، مصطفى بصاص وسلطان السوادي، بينما في الهجوم بدر الخميس وعماد الحوسني. تشكيلة الصربي أليكس إيليتش، بينما في قائمة البدلاء هناك باسم عطلة، كامل المر، ومحمد السفري، محمد أمان، زكريا سامي، ومحسن العيسى، وعيسى المحياني. هذه التشكيلة الاحتياطية الأهلاوية. بينما للهلال التشكيلة، وهو الهلال على يسار الشاشة بالأزرق الكامل وبالأرقام البيضاء، عبد الله السديري في حراسة المرمى، محمد مسعد من الناحية اليمنى مع أوزايا دي باولا البرازيلي ويحيى المسلم، وبالإضافة إلى عبد الله الزوري في الناحية اليسرى. في خط المنتصف محمد الشلهوب قائد الهلال مع محمد القرني وغوستافو بوليفار وسالم الدوسري، وفي الهجوم يو بيونغ سو اللاعب الكوري مع سعد الحارثي. هذه تشكيلة المدرب زلاتكو ديليتش، المدرب الكرواتي، مدرب الهلال. بينما عبد اللطيف الغنام في التشكيلة الاحتياطية مع ياسر الشهراني، مع سليمان الدخيل
فهد الشمري حارس المرمى، نواف العابد، ماجد المرشدي، وويسلي لوبيز. هذه التشكيلة الاحتياطية في الهلال. هي مباراة أخيرة بالنسبة للنادي الأهلي، لا تؤثر على مركزه المركز الخامس. سلامات لمصطفى بصاص، نجم من نجوم الموسم في النادي الأهلي. هذه الكرة المشتركة اللي كانت بين عبد الله الزوري وبين مصطفى بصاص، اشتراك العفوي تماما بين عبد الله الزوري وبين مصطفى بصاص. سلامات لمصطفى. عموما الرميه الجانبيه للنادي الاهلي، كره طويله ملعوبه في المحاوله ايضا لعماد الحوسني اللي حاول يتقدم في اللقطه الماضيه لكن تتخلص من الدفاع، تعود خلفيه من باولا الى عبد الله السديري، والضغط كان ايضا من عماد الحوسني. كره تخرج الى خارج الملعب الى رميه جانبيه للنادي الاهلي. ملعوب الكره خلفيه تصل الى كامل الموسى. كامل الموسى الناحية اليسرى إلى منصور الحربي. منصور كرة خلفية إلى كامل الموسى، أيضا أمامية طويلة تصل المحاولة إلى عماد الحوسني في وجود صافرة وخطأ. كرة مشتركة بين عماد الحوسني وبين أوزايا. هذه عادة الكرة المشتركة وخطأ بالخطأ، يعني احتضان كان من أوزايا دي باولا لعماد الحوسني، وخطأ ركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي. لقاء الدور الأول بالفريقين انتهى للهلال ب4 أهداف مقابل هدف واحد للنادي الأهلي في قيادة الحكم الألماني مايكل ويتر. نتابع الخطأ، تيسير الجسم، كرة عالية داخل منطقة الجزاء تتخلص، تصل للتسديد من سعيد المولد، عالية أيضا اللقطة من جفيد البيشي، أمامية للنادي الأهلي في المحاولة من سلطان السوادي لكن الكرة تتخلص، تعود في الناحية اليسرى تصل إلى معتز الموسى، جدد للنادي الأهلي ويستمر مع النادي الأهلي، إعداد بشكل ممتاز كانت الكرة، تصل لبدر الخميس، أيضا الكرة تتخلص من دفاع الهلال في محاولة تركيز. منصور الحربي من الناحية اليسرى للنادي الأهلي، عائد أيضا المحاولة الرأسية إلى خارج أرض الملعب، كان عائد سعد الحارثي في اللقطة الماضية، والكرة إلى خارج أرض الملعب إلى ركلة مرمى لصالح الهلال. 175 لقاء في دوري زين السعودي للمحترفين، سجل خلالها 515 هدف، 515 هدف. طبعا 7 مباريات اليوم، الاتفاق والفتح المباراة الكبرى الليلة، ليلة الاتفاق الليلة تتابعونها مع زميلنا العزيز جعفر الصليح. هذا اللقاء لقاء الأهلي والهلال، التعاون والوحدة مع زميلنا العزيز سعيد الزهراني، الشباب وهجر مع زميلنا ايضا محمد غازي، النصر الفيصلي مع الزميل عبد الله الغامدي، نجران والرائد مع الزميل احمد النفيسه، والشعله والاتحاد مع فهد الدريبي. هذه لقاءات 7 ولكنه موسم طويل، ولكنها 182 مباراه في دوري زين السعودي المحترفين، تنهي مشوارا كبيرا لكل الفرق التي شاركت. الوحده كان هبوطها قبل أكثر من 3 أو 4 أسابيع، واليوم بين هجر والتعاون سنعرف الخبر اليقين. وهنا كرة أهلاوية في المحاولة من الناحية اليسرى، كرة من منصور الحربي تصل إلى معتز بالتمريرة، محاولة للنادي الأهلي يحاول فيها بصاص بالتمريرة الممتازة أيضا للناحية اليسرى، محاولة من منصور الحربي، منصور يلعب كرة خلفية ملعوبة إلى سلطان السوادي إلى معتز الموسى، تمريرات أهلاوية في الكرة الخلفية. نلعب في 6 دقائق من زمن شوط المباراة الأول، نتيجة متعادلة بين الأهلي والهلال، بين أهازيج أهلاوية هلالية، ولقاء طعمه جميل لأنه لقاء كبار دائما، مهما كان التواجد بين الكبار هو لقاء كبير دائما. وهنا البطاقة الصفراء، بطاقة صفراء على عماد الحوسني. عموما بسبب البطاقات الصفراء وبسبب البطاقات الحمراء هناك أكثر من غياب في النادي الأهلي اليوم، خايرو بالومينو وعقيل ووليد بخشوين من النادي الأهلي الابتعاد بسبب البطاقات الحمراء اللي تلقاها خايرو بالومينو ووليد بخشوين في لقاء النصر، بينما عقيل بالغيد لا يلعب هذا اللقاء لحصوله على 3 انذارات، بينما الهلال لا يوجد أحد منهم في الإيقاف. هناك 11 لاعب عموما لا يلعبوا الجولة الأخيرة
من دوري زين السعودي للمحترفين. هناك من هجر احمد بكري وايمن عبد العزيز وسعد اليامي، من النصر ابراهيم غالب وعمر هوساوي، من الاتحاد احمد عسيري، وصل الذويبي من الشعله وعبد العزيز مجرشي من الوحده. كره هلاليه خلفيه، محاوله من سلمان بالتمرير تصل للهلال بالتمرير في العمق، يو بيونغ سو يخلصها ياسر المسيلي. كرة انفرادية للهلال من يو بيونغ سو يضعها على يسار ياسر المسيلي، لكن ياسر كان مصحصح في اللقطة الماضية يبعد الكرة الخطيرة. كرة من عبد الله الزوري إلى محمد الشلهوب في محاولة للتمرير الأمامية مقطوعة للنادي الأهلي. عماد الحوسني والتمرير الخلف إلى منصور الحربي. كرة جميلة كانت للهلال، محاولة هلالية مبكرة للحصول على كرة أولى في اللقاء بالرغم من المحاولات الأهلوية التي يعني كانت في ال6 دقائق الماضية والاستحواذ على الكرة الأكبر. عموما محاولة في الناحية اليمنى ملعوبة من سعيد المولد، تصل التمريرة في الناحية اليمنى إلى عماد الحوسني اللي تحصل على خطأ وركلة حرة مباشرة. لفت كرة سريعة مصطفى بصاص إلى تيسير لسلطان السوادي، تمريرة إلى بدر الخميسي. سلطان يلم يحاول في الناحية اليسرى، ما تذكر مع سلطان يحاول المرور لكن معاه أيضا مسعد لك مقطوعة من سلطان، تمريرة داخل منطقة الجزاء تعود لسلطان يخلصها، تصل لبدر الخميس يحاول يلم كرة بشكل ممتاز، يحاول بالتقدم من الناحية اليسرى إلى منصور الحربي عرضية أمام مرمى الهلال لكنها تتخلص بسهولة. المدافع اوزايا دي باولا، تصل محاولة لصالح الهلال بالتمريرة الأمامية. سعد الحارثي، سعد ما يزال يحاول بالكرة إلى يو بيونغ سو إلى الناحية اليسرى إلى عبد الله الزوري اللي يعني بالفعل تواجده في الناحية اليسرى أعاد الثقة للناحية اليسرى الهلالية كثيرا. كرة ملعوبة مصطفى بصاص يحاول لكن كرة تتخلص تعود في المنتصف. محمد القرني إلى الشلهوب يحاول يتقدم قائد الهلال. وأيضا إحدى القرارات المميزة لمدرب الهلال المدرب زلاتكو ديليتش هو إعادة محمد الشلهوب للتشكيلة الأساسية الهلالية. ملعوبة محاولة في الأمام لكن الكرة تتخلص. تمريرة بدر الخميس كانت إلى سلطان السوادي لم تكتمل، ولكن التفاعل من بدر الخميس يبدو كبيرا في اللقاء اليوم في مشاركة أولى له في التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي. طبعا هناك أكثر من مباراة شارك فيها ولكن تشكيلة منذ البداية بدر الخميس يلعب من البداية. الغيابات طبعا بنتكلم على فيكتور سيموز، بنتكلم أيضا على خايرو بالومينو، فيكتور سيموز للإصابة، برونو سيزار للإصابة. بدر الخميس يلعب كرة والمحاولة في التسديد أيضا من تيسير الجاسم تتخلص تعود للنادي الأهلي لكن مع محمد مسعد يتركها تخرج إلى خارج أرض الملعب وإلى ركلة مرمى. شكر وتقدير طبعا للاستوديو الخاص نتابع لكرة يو بيونغ سو، لعبها أرضية لكن خلصها وكان واقع في أرض الملعب أيضا ياسر المسيلي. تمريرة ممتازة يا سلام يا شلهوب. سالم الدوسري مرر للشلهوب، الشلهوب لمسة ونظرة ويو بيونغ سو ينفرد بمرمى النادي الأهلي. هذا اللاعب الخبير، هذا اللاعب المميز، هذا اللاعب الممتاز يقدم كرة واحدة في المباراة. ملعوبة بدر الخميس، يحاول بدر الخميس يسدد والكرة في المكان اللي يقف فيه تماما عبد الله السديري. بدر الخميس يؤدي دور كبير في مباراة اليوم حتى الآن. شوف كرة تسديدة باليسرى وعبد الله السديري على دفعتين. 10 دقائق تمر من لقاء الأهلي والهلال، لقاء دائما ما فيه الندية والحماس والتنافس، لقاء تاريخي، لقاء كبير حتى وان ابتعد عن المنافسة. الفتح بطل لدوري زين، الفتح يكتب تاريخا جديدا لكرة القدم السعودية على مستوى الدوري. كرة من يو بيونغ سو تصل لمحمد الشلهوب. طبعا الزملاء الأعزاء في الرياضية السعودية هناك الزميل مشعل الرحيل من حائل مراسل الرياضية الذي دائما ما يمدنا الحقيقة بالنتائج. الرائد يتقدم على نجران بهدف مقابل لا شيء، والفيصل يتقدم على النصر بهدف مقابل لا شيء، والتعادل في بقية المباريات هو
التعادل هو سيد الموقف في بقية المباريات. هذه محاولة مازن بصاص، خطأ وركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي. كرة تعود من أوزايا إلى حارس المرمى عبد الله السديري. لقاء الجولة 13 من دوري زين السعودي للمحترفين اللي كان بين الهلال والأهلي في الرياض. في البداية سجل للأهلي معتز الموسى بهدف كان بالكعب وجميل، ولكن سجل للهلال سلمان الفرج بتسديده ممتازه. هنا محاوله نتابعها لعماد الحوسري، عماد ما تذكره معاه، ملعوبه الى بدر خميس، بدر ملعوبه الى بصاص، بصاص عرضيه وعمود، هدف اول للنادي الاهلي، هدف في الدقيقه 13. عماد الحوسري عاد مع نهايه الموسم، عاد مع نهايه الموسم يسجل في كل لقاء هدف اول للنادي الاهلي، ولكن الاهتمام كان والتواجد كان والتفاهم كان بين مصطفى بصاص وبين بدر الخميس. من صنع الهدف، من تواجد في الهدف، تواجد في اكثر الكرات الاهلاويه خطوره هو بدر الخميس. هذه كره بدر الخميس لمصطفى بصاص اللي يدخل بثقه الكبار ويعكس العرضيه امام مرمى الهلال، ويسجل عماد الحوسري الهدف الاول في المباراه وهدف النادي الاهلي الاول. عماد يعود، عماد يعود كعادته الحقيقه. عماد يسجل دائما، لكن في الموسم الماضي كان يسجل اكثر. عماد يسجل الان هدفه الثامن في دوري زين السعودي للمحترفين. وبهذه اللعبات الأكروباتية من عماد الحوسري يعبر عن فرحته تماما. عماد الذي سجل في مرمى الهلال في الموسم الماضي أيضا في مباراة الدوري، وكان متواجدا في المباراة في الدور الثاني، وكانت النتيجة بهذه النتيجة، انتهت بهدف مقابل لا شيء. والعماد الحوسني كان هو من سجل الهدف أيضا. لكن عماد أقول أنه عاد، لأنه خلال الموسم كان عماد ما بين المشاركات الدولية مع منتخب عمان وما بين السفرات وما بين الطلعات للمشاركات لعماد الحوسني شعر بالإرهاق وتعب، ولكن بلا شك أن هذا ما يحسب للإدارة الأهلاوية، ما يحسب للمدرب النادي الأهلي، خاصة السيد أليكس إليتش الآن الذي أعطى الحرية للاعبين وأعطى أيضا العذر للاعب في قامة وهامة عماد الحوسني. وها هو يتواجد، ها هو يسجل، والهدف الأول للنادي الأهلي. كرة ملعوبة، طبعا ذكرنا مازن بصاص أكثر من مرة، لكن هو مصطفى بصاص. يعني عائلة البصاص حقيقة أعطت لكرة القدم السعودية بداية معلم الاتحاد مروان بصاص، وامتدادا بمازن بن عمه وبن عمهم الثالث هنا مصطفى بصاص. كرة في المحاولة لصالح النادي الأهلي، ضغط أهلاوي، تيسير، كرة عالية وخروج موفق من عبد الله السديري. تصل كرة في الناحية اليمنى وعرضية من المولد، فرصة سعيد المولد بكرة عرضية مرت من أمام أيضا بدر الخميس ووصلت لعماد الحوسني. هذه عادة الأولى، وعماد الحوسني كان أمام المرمى، من الممكن كان التسجيل والتسديد، ولكن الكرة إلى خارج أرض الملعب، ركلة مرمى للهلال. ربع ساعة مرت من زمن شوط المباراة الأول، هدف للنادي الأهلي مقابل لا شيء للهلال. الهلال صاحب المركز الثاني أيها الأعزاء في دوري زين السعودي للمحترفين، 25 لقاء، يعتبر الفريق الثاني الذي يحقق الانتصارات. الهلال حقق 17 انتصار، بينما فريق نادي الفتح بطل الدوري هو صاحب أعلى رصيد من الانتصارات، 19 انتصار. تابع كرة مصطفى بصاص العرضية، بدر الخميس ملعوبة والتسديدة تعود مرة أخرى. عماد يسدد، يا سلام يا عبد الله يا سديري،
يا سلام على ردة الفعل الكبيرة والجميلة. الكرة الأهلاوية كانت في الناحية اليمنى، مصدر الخطورة مصطفى بصاص في اللقطة من الناحية اليمنى العرضية، مر فيها أكثر من لاعب وجاءت بالتسديدة لعماد الحوسني، والكرة في المرمى. الكرة في المرمى. كرة للنادي الأهلي. سعيد المولد لاعب الأولمبي، لاعب الفريق الأولمبي في النادي الأهلي. ودعونا نذكر ونبارك أيضا للنادي الأهلي لفريقه الأولمبي الذي حقق كأس الأمير فيصل بن فهد للموسم الثاني على التوالي. الموسم الثاني على التوالي، يعني هناك أكثر من لاعب زي مصطفى بصاص، زي سعيد المولد، أكثر من لاعب هم نتاج يا هدف جميل، هدف من سالم الدوسري، هدف التعادل رائع للهلال، هدف رائع للهلال، وبنفس طريقة التمريرات الواحد واثنين. تمريرة ممتازة لسالم الدوسري، سالم الذي أيضا يسجل مع نهاية الموسم الأكثر من الأهداف الهلالية، ويسجل ويبدع عاد لأنه كان مصاب. شوفوا كرة يوب يونغ سو، شوفوا تمريرة سعد، هالمرة سعد يضع فيها خبرة وجمال، ويلعب كرة إلى سالم الدوسري. سالم بن اثنين من مدافعين النادي الأهلي يسدد كرة في المرمى قوية جدا على يمين ياسر مسليم. هدف التعادل للهلال، هدف التعادل في الدقيقة 17. هدف جميل جدا جاء من بعد. يا سلام يا سعد، يا سلام يا سعد. كنا تحدثنا عن بدر الخميس وعن طريقة صناعته للهدف وتمريره الكرة للنادي الأهلي لمصطفى بصاص والعرضية لعماد الحوسني. جاء الرد الهلالي بعد الكرة الأولى اللي انفرد فيها يوب يونغ سو، وكانت التمريرة من محمد الشلهوب. هنا تأتي تمريرة أيضا من سعد الحادثي الذي يثبت المعدن الأصيل والتواجد الجميل له كلاعب، ويقدم كرة على طبق من ذهب بالفعل لسالم الدوسري اللي يحسن التعامل معها تماما ويسددها قوية جدا في مرمى النادي الأهلي. هدف التعادل للهلال. سالم الدوسري يسجل هدف للهلال، وهو الهدف الثالث لسالم الدوسري بالمناسبة في دوري زين السعودي للمحترفين. كرة ملعوبة، سالم، تمريرة إلى محمد مسعد. تلعب بالاحتياط، تلعب بالشباب، تلعب بالناشئين، تلعب بمما تلعب. هي مباراة بين الأهلي والهلال فقط. يكفي أن يكون اسم الأهلي واسم الهلال موجودا في مباراة لكرة القدم السعودية، ويكفي، هي عنوان أكبر للحماس وللتواجد الكبير. كرة محاولة عرضية إلى يوب يونغ سو، لكن تتخلص الكرة من الدفاع، تتخلص الكرة من الدفاع من كامل الموسى. كرة إلى خارج أرض الملعب، ركنية أولى في المباراة بالمناسبة أيها الأعزاء. شوفوا اللعب، شوفوا اللعب وشوفوا المباراة، يعني جمالية المباراة كانت. إحنا لسه في الدقيقة 20 من زمن شوط المباراة الأول، والفرص كلها والكرات كلها في منتصف الملعب وما بين نقطة الجزاء وما بين منطقة جزاء النادي الأهلي ومنطقة جزاء نادي الهلال. وهذه أول ركنية عالية ملعوبة تصل لصالح الهلال. الشلهوب يحاول، الشلهوب قائد الهلال بكرة عرضية عالية، الزايا يحاول، تعود محاولة من سلمان الفرج، الكرة تتخلص من محمد القرني، عفوا كانت الكرة ماضية والكرة تتخلص. رمية جانبية سالم الدوسري، خلفية، كرة لصالح الهلال الأكثر استحواذا الآن على الكرة بعد هدف النادي الأهلي، وحتى بعد هدفه هو هدف التعادل. عماد الحوسني في أرض الملعب، سلامات،
يعاني من إصابة. عماد تبدو إصابة في الحوض بالنسبة لعماد الحوسني، أو في الظهر أكثر، هي سلامات. هناك إصابة طبعا كانت لوستي لوبيز في مباراة العين، الهلال والعين، وإصابة أيضا لياسر القحطاني في مباراة العين. الكرة الأخيرة اللي اشترك فيها عماد الحوسني، واللي كانت فيها الإصابة أيضا. سالم الدوسري، هدف جميل، وهو اللاعب الذي برز في الموسم الماضي وقدم مباريات ممتازة، ويكفي أنه كان في ديربي الهلال والنصر وشارك، وعندما شارك سجل هدفا، فهو لاعب كبير ولاعب استعان به كثيرا السيد فرانك ريكارد مدرب المنتخب السعودي. عندما كان مدرب المنتخب السعودي كان يعتمد كثيرا على سالم الدوسري، على عبد العزيز الدوسري، على نواف العابد، اعتمد على بصاص، على معتز. يعني عدد من الأسماء اللي كان ريكارد يعتمد عليها، يعني هي نفسها تقريبا اللي اعتمد عليها سيد لوبيز مدرب المنتخب السعودي الحالي، المدرب الأسباني، ولكن مع توظيف مختلف في أرض الملعب. ممتازة التمريرة، عبد الله الزوري يحاول، ما تزال هجمة عرضية في محاولة الهلال، وسعد الحارثي، كرة داخل منطقة الجزاء، تتخلص وتعود. تيسير الجاسم يحاول، تيسير ما يزال يحتفظ بالكرة، تيسير الجاسم حلوة أيضا من قبل حكم اللقاء الأستاذ عبد الرحمن العمري. كرة أمامية طويلة، عماد الحوسني عاد إلى أرض الملعب بعد أن تلقى العلاج. كرة إلى منصور الحربي في الناحية اليمنى، في الناحية اليسرى للنادي الأهلي، ملعوبة معتز الموسى، معتز طويلة، مصطفى بصاص، مصطفى يأتي بالاستلام الأول، ما يزال يحافظ على الكرة، مصطفى عرضية، والمحاولة أيضا من بدر الخميس، لكن تتخلص من غوستافو بوليفار اللاعب البوليفي الذي يتواجد في المناطق الخلفية في وقت الهجمة الماضية اللي كانت للنادي الأهلي. كرة ملعوبة أمامية في الناحية اليسرى لصالح الهلال. وعلى ذكر مصطفى بصاص، يعني مصطفى مهدي بصاص، وهو ابن عم الأخوان مروان ومازن. مازن ومروان هم اللي هم أخوان كانوا، وواحد لعب في الاتحاد طبعا مروان، ومازن لعب في النادي الأهلي، والآن مصطفى ابن عمه يشارك مع النادي الأهلي. صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة على محمد القرني. محمد ما شاء الله كمان واحد من اللاعبين اللي عندهم أدوار متعددة. كيف أدوار متعددة؟ يلعب ظهير يمين، يلعب ظهير يسار. محمد يلعب في خط المنتصف أيضا كلاعب محور. ويعني مثل هؤلاء اللاعبين حقيقة تواجدهم مع أي مدرب يضيف ويزيد من ثقة المدرب حتى في اللاعبين ومن توجيه المباريات الأخرى. نحن الآن في الدقيقة 25 من زمن شوط المباراة الأول في هذا اللقاء بين الأهلي والهلال، نتيجة متعادلة بهدف لهدف، بينما هناك تعادل بدون أهداف بين التعاون والوحدة، الشباب وهجر، الشعلة والاتحاد، والفتح والاتفاق. تقدم للفيصلي على النصر بهدف مقابل لا شيء، وتقدم للرائد على نجران بهدف مقابل لا شيء. الهلال أيها الأعزاء هو صاحب أقوى هجوم في دوري زين السعودي للمحترفين، 61 هدف، وسالم الدوسري يسجل الهدف رقم 62 للهلال. لكن يعني هي العبرة ليست فقط بالأهداف، ولكن عموما حتى على مستوى الدفاع الفتح والنصر هم الأقل في فرق دوري زين السعودي للمحترفين المسجلة في مرماهم أهداف، وبالتالي أيضا الفتح هو الأكثر من الانتصارات. كرة من ركنية علوية عالية إلى القائم البعيد، وكرة مع خروج عبد الله ستيري بتوقيت سليم يستطيع الإمساك في هذه الكرة. إذا تحدثنا أن الفتح هو الأكثر انتصارا في دوري زين السعودي للمحترفين 19 انتصار، وهو الأقل خسارة من فرق دوري زين السعودي للمحترفين. هناك محاولة كانت من جيفين البيشي، أو هذا سعيد المولد في اللقطة الماضية،
والكرة إلى خارج أرض الملعب. كرة من الشلهوب، سالم الدوسري، محمد مسعد، جوستافو بوليفار، الشلهوب يملك كرة ممتازة، يو بيونغ سو يتقدم، يحاول في اللقطة بالتمرير للناحية اليسرى إلى عبد الله الزوري. الزوري تواجده في الناحية اليسرى يثري الناحية اليسرى تماما. يو بيونغ سو عرضية عالية هذه المرة إلى خارج منطقة الجزاء، يحاول معها أيضا سالم الدوسري لكنها تخرج إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب. الرائد يعتبر أكثر الفرق تعادلا في دوري زين السعودي للمحترفين، 515 هدف كما ذكرت في 175 مباراة. اليوم يكتمل دوري زين السعودي للمحترفين ب 182 مباراة. هل يعني طبعا نسبة الأهداف ستزيد عن ال 515، هي أصلا زايدة عن 515، لكن سنتابع إلى ماذا تصل هذه الأهداف. اللاعبون المحليون سجلوا 255 هدف، بينما اللاعبون غير السعوديون سجلوا 243 هدف. 627 بطاقة صفراء أو 604 عفوا بطاقة صفراء، بينما البطاقات الحمراء كانت 23. بالمناسبة كانت إلى قبل الأسبوع الماضي كانت فقط، أو قبل أسبوعين كانت فقط 17 بطاقة، وكنا نتحدث ونمدح العدد القليل بالنسبة مقارنة بعدد المباريات، ولكن يعني لسه المباريات لم تنتهي والدوري لم ينتهي. عموما 23 بطاقة حمراء. الهدافون في دوري زين السعودي المحترفين من 515 هدف، هناك سباستيان تيغالي الأرجنتيني لاعب نادي الشباب، هو صاحب الصدارة في التهديف ب 18 هدف، يليه ويسلي لوبيز لاعب الهلال ب 17 هدف، ثم دوريس سالومو لاعب الفتح ب 16 هدف، ثم السعودي الأول في قائمة العشرة الأوائل من اللاعبين الهدافين في مسابقة دوري زين، وهو ياسر القحطاني من الهلال ب 13 هدف، فيكتور سيموس من النادي الأهلي مع حسن الطير من الشعلة ب 11 هدف، إلتون خوسيه لاعب الفتح ب 11 هدف، ثم حمزة الدردور وناصر الشمراني وهو ثاني اللاعبين السعوديين لهم 10 أهداف مع يو بيونغ سو من الهلال. يعني كنا نتحدث في الموسم الماضي عن ناصر الشمراني اللي كان دائما يعني اللي وصل إلى 21 هدف في دوري زين السعودي المحترفين، ولكن هذا الموسم عاد ياسر من العين وأصبح هو الهداف السعودي الأول ب 13 هدف، وأصبح ناصر الشمراني هو الثاني. نصف ساعة أيها الأعزاء تمر من زمن شوط المباراة الأول، اللقاء الكبير، اللقاء التنافسي المهم الجميل بين الأهلي والهلال. شوطه الأول حتى الآن بعد نصف ساعة متعادل بهدف لهدف. كرة في الأمام، سعد الحارثي يمرر لمحمد الشلهوب، أمامية إلى سالم الدوسري، لكن التدخل الدفاعي من كامل الموسى. كرة إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية هلالية، لكن تحرك بعقل، تحرك مميز كان لسالم الدوسري خلال أكثر من كرة، ولعل كرة الهدف الذي جاء للهلال في الدقيقة 17 هو دليل كبير على قدرة سالم الدوسري على التواجد، وأيضا قدرة التمرير المميزة الموجودة عند صانعي اللعب في الهلال. كرة تأتي هلالية، جوستافو بوليفار إلى محمد مسعد الذي يواجه فريقه النادي الأهلي هذه المرة بشعار الهلال وبقميص الهلال، لأن محمد مسعد مع الانتقالات الشتوية انتقل من الأهلي للهلال عن طريق الإعارة. يا سلام يا سالم الدوسري، يعني جايب هدف جميل ومؤدي مباراة ممتازة حتى الآن. هنا خطأ لصالح سعد الحارثي،
ركلة حرة مباشرة لصالح الهلال، إعادة للدفع اللي كان من كامل الموسى. محمد الشلهوب، كرة للخلف للهلال. عبد الله الزوري، كرة العرضية من محمد الشلهوب ليوب يونغسو لكنها مقطوعة، تصل من تيسير الجاسم، أمامية لعماد الحوسني، تدخل من يحيى المسلم وخطأ وركلة حرة مباشرة. تفاهم بين عماد الحوسني وبين عبد الرحمن عمري حكم اللقاء. عماد كان يعترض على هذا الخطأ، ويقول أن هناك أكثر من مرة كان هناك أخطاء لصالحه على أوزايا وعلى يحيى مسلم، ولكن حكم اللقاء يطلب من عماد الهدوء. هذه محاولة وتصل كرة إلى حارس المرمى عبد الله سديري حارس مرمى الهلال، وأصلا في وجود خطأ لصالح نادي الهلال. الفتح يسجل هدفه الأول أيها الأعزاء، بطل الدوري يسجل هدف أول في مرمى الاتفاق، ومن ثم طبعا كان عن طريق ربيع السفياني، ولكن من ثم بعده بدقيقة بطل الدوري يسجل هدف ثاني في مرمى الاتفاق. كرة محاولة أهلاوية، دخول والكرة إلى خارج أرض الملعب. بدر الخميس يصنع كل شيء، كرة رائعة في عمق الدفاع الهلالي تماما. بدر الخميس، شوفوا الكرة، عدى من أوزايا، عدى من يحيى مسلم، وتقدم في هذه اللقطة وانفرد بحارس المرمى، وضعها تصطدم الكرة في عبد الله سديري وتخرج إلى الركنية الثانية للنادي الأهلي في زمن شوط المباراة الأول. فرصة ثمينة. شوفوا دكة البدلاء في النادي الأهلي كيف مع اللقطة الماضية. كرة محاولة تعود من محمد القرني، مرتدة لصالح الهلال، ملعوبة لسعد الحارثي، تمرير مقطوعة من منصور الحربي، مرتدة الهجمة لصالح النادي الأهلي. منصور يتقدم، منصور يمرر، كرة كان فيها أيضا بدر الخميس في موقف تسلل، وبالتالي فضل عدم التقدم مع هذه اللقطة. طبعا تحية تقدير أيضا لزميلنا خالد النفناف ولضيفي حمد الصنيع وحمد الدبيخي، بالإضافة إلى عمار بحكي ورياض المزهر في أرض الملعب. مجهودات كبيرة، نهاية موسم أيها الأعزاء. نحن يعني حتى وإن كان طبعا هناك كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال يظل هو بطولة كبيرة ومهمة في بطولات كرة القدم السعودية، ولكن البطولة وبطولة الدوري عندما يكون مشوارها 26 أسبوع مع 8-9 إيقافات، ومع الكثير من المجهود والكثير من التعب والكثير من الترحال للرياضية السعودية وطاقمها، بالفعل هناك يعني تحية تقدير. يا ولد يا ولد يا ولد سعد، أوه لم تكتمل حلاوة كرة القدم، هي في الروقان يا جماعة. كرة مروقة هلالية كانت في مرمى النادي الأهلي، وسعد الحارثي كما فعل بدر الخميس كل شيء، يفعل هنا كل شيء. شوفوا تقدم، مرر، وكعب حلو من الشلهوب، وهنا أيضا المرور الممتاز، المرور الرائع مع منصور الحربي في هذه اللقطة. منصور حتى وقع أرضا ووضع سعد الحارثي كرته، ولكن ياسر المسلم، ياسر وكأنه يقول لسعد في 2007 كنت أنا يا ياسر المسلم وأنت يا سعد الحارثي
في قمة المستويات مع المنتخب السعودي، ها نحن نقدم أيضا قمة المستويات. هنا محاولة وسالم الدوسري تمريرة، لكن أيضا تتخلص من دفاع النادي الأهلي، تعود في الناحية اليسرى والمحاولة بالتمريرة الأمامية. عماد الحوسني يحاول بالكرة المرتدة، تمريرة للناحية اليسرى سلطان السوادي، سلطان ما يزال يحاول، سلطان يمرر كرة إلى بدر الخميس، كرة مقطوعة من زايد باولا، كرة إلى يحيى مسلم لكن ملعوبة، ما تزال هجمة للنادي الأهلي. جوستافو بلوبار هنا يأتي بالتدخل ويحاول إبعاد هذه اللقطة. جوستافو يمر بشكل جميل ويمرر كرة أمامية إلى سعد الحارثي، ملعوبة في الأمام أيضا. يوب يونغ سو يحاول بالتمريرة الهلالية، تأخر يوب يونغ سو لكنها وصلت، هو كان يبغى يمررها قدام الى سعد الحارثي، وصلت لمحمد الشلهوب. الشلهوب يمشي في المشوار، يمرر الكره لمحمد القرني، خلفيه ليوب يونغ سو بالعمق ايضا ناحيه سعد الحارثي، مقطوعه وتصل لمنصور الحربي في الناحيه اليسرى الاهلاوي. جيفين البيشي ومحمد عيد البيشي كانا ثنائي في منتخب الشباب للمملكة العربية السعودية قبل حوالي 6 أو 7 سنوات. كان يعني جيفين قائد المنتخب الشباب، وايضا محمد عيد تقلد القيادة بأكثر من مباراة. ومحمد عيد البيشي الآن هو المدافع في نادي النصر. جيفين يعود للتشكيلة الأهلاوية بعد أن تواجد فيها خيرو بالومينو في أوقات كبيرة، وتواجد فيها أسامة هوساوي أيضا في أوقات كثيرة. محمد مسعد والكرة مشتركة بينه وبين بدر الخميس، هذه إعادة خطأ على محمد مسعد، ركلة حرة مباشرة لصالح النادي الأهلي. زلاتكو يوجه، ركلة حرة مباشرة لصالح النادي الأهلي، تنفيذ مع تيسير الجاسم. فتحي يتقدم على اتفاق بهدفين مقابل لا شيء كما ذكرت. تيسير الجاسم كرة باتجاه المرمى مباشرة تتخلص من دفاع الهلال. تعود سعيد المولد من بعيد، سعيد والكرة إلى خارج أرض الملعب إلى ركلة مرمى لصالح الهلال. الشباب هو صاحب المركز الثالث ب53 نقطة، والهلال هو في المركز الثاني ب55 نقطة. خسارة الهلال لنقاط المباراة، طبعا هو حتى الآن هو في المركز الثاني بهذه النتيجة، لكن خسارته مع فوز الشباب سيكون الشباب في المركز الثاني والهلال في المركز الثالث. يعني المباراة بالنسبة للنادي الأهلي لن تقدم أو تؤخر في تواجده في المركز الخامس، فصاحب المركز السادس الاتفاق هو له 35 نقطة، بينما النادي الأهلي هو ب43 نقطة في المركز الخامس، ومن قبله في المركز الرابع هو النصر ب47 نقطة. يعني حتى لو فاز النادي الأهلي وخسر النصر لن يستطيع النادي الأهلي أن يكون في المركز الرابع. نتابع الكرة الهلالية ثم نتحدث. سالم يأتي بالتسديدة إلى خارج أرض الملعب. 40 دقيقة تمر من زمن شوط المباراة الأول. لقاء الكلاسيكو الكبير، ولقاء كبير جدا، لقاء تاريخي بين الأهلي والهلال، لقاء يحمل صفة الكبار، صفة الأندية التي لها الجماهيرية ولها البطولات ولها التواجد ولها الصوت المسموع ولها المستويات العالية ولها المشاركات الكبيرة. الأهلي والهلال عنوان لمباراة كبيرة بالفعل. ملعوبة كرة من مصطفى بصاص يحاول المرور، مصطفى عرضية، والكرة أيضا ينقض عليها بشكل جميل عبد الله السديري. مصطفى بصاص كما عمل في كرة الدقيقة 13 ولعب الكرة العرضية لعماد الحوسني عندما سجل هنا، حاول في هذه اللقطة، لكن عبد الله السديري ينجح بتوقيت سليم وبنجاح كبير أن ينهي خطورة اللقطة الماضية. محمد مسعد، كرة إلى سالم الدوسري مع منصور الحربي، خطأ لصالح النادي الأهلي. ملعوب الكرة سريعة، معتز الموسى، بدر الخميس، لمسة واحدة إلى منصور الحربي، طويلة في الأمام إلى عماد الحوسني مع خروج موفق أيضا من حارس المرمى عبد الله السديري.
الفيصلي متقدم على النصر بهدف مقابل لا شيء، كما هي نتيجة الرائد ونجران. الرائد متقدم على نجران بهدف مقابل لا شيء، الفتح هدفين مقابل لا شيء للاتفاق. كرة متابعة، يوب يونغ سو عرضية وتعود للتسديد من سعد الحاتك. الكرة تتخلص من الدفاع الأهلاوي. تعادل بدون أهداف بين الشعلة والاتحاد، التعاون والوحدة، الشباب وهجر. هذه إعادة، كرة أمامية لأيوب يونغ سو، لا وجود للتسلل، أمامه جيفين كان وعدت الكرة لكن تتخلص والكرة إلى خارج أرض الملعب. اصطدمت في المرة الثانية في سعد الحارثي والكرة إلى ركلة مرمى. كرة إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية. معتز، كرة للخلف إلى أخوه كامل الموسى، صافرة وخطأ وركلة حرة مباشرة. هذه إعادة اللقطة المشتركة والخطأ للنادي الأهلي. ملعوبة كرة إلى جيفين البيشي، منصور الحربي يحاول المرور، عرضية عالية وبتمر تصل لمصطفى بصاص. مصطفى أمامه المساحة والمحاولة للكرة العرضية عالية والرأسية من بعيد، من بعيد جاد. ما تزال هجمة لصالح النادي الأهلي لكن الكرة تتخلص. تعود من سالم الدوسري إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية. منصور الحربي مع التنفيذ في الرمية الجانبية. سعيد المولد، كرة عالية إلى خارج أرض الملعب وإلى ركلة مرمى لصالح الهلال. الدقيقة الأخيرة الآن من زمن شوط المباراة الأول. لقاء الأهلي والهلال في الأسبوع السادس والعشرين من دوري زين السعودي للمحترفين، الأسبوع الأخير بهذا المسمى. الموسم القادم ول6 سنوات دوري عبد اللطيف جميل على الأبواب. سيكون معكم الموسم القادم بحول الله تعالى أيها الأعزاء. الوحدة في بريدة، فريق نادي الوحدة يتقدم على التعاون بهدف مقابل لا شيء. طبعا يعني المركز الثالث عشر هو ب16 نقطة نادي هجر، التعاون ب18 نقطة في المركز الثاني عشر. إذا ما خسر التعاون وفاز هجر يهبط التعاون ويظل هجر. ولكن يعني سأترك أيضا للزملاء اللي بيعلقوا على هذه المباريات بأن يعني يستفيضوا شرحا بما يحدث في مبارياتهم. كرة ملعوبة، تيسير يمر، تيسير يحاول، تيسير كرة في الناحية اليمنى لصالح النادي الأهلي ولكن تيسير يبعدها إلى خارج أرض الملعب للاطمئنان على إصابة مصطفى بصاص. سلامات لمصطفى بصاص. دقيقة واحدة في الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراة الأول، الشوط الذي يعني حتى الآن هو متعادل بهدف لهدف. في البداية سجل النادي الأهلي عن طريق عماد الحوسني في الدقيقة 13 وتعادل الهلال سالم الدوسري في الدقيقة 17. هناك في لقاء النصر والفيصلي التعادل أيضا بهدف لهدف. ستكون هناك كل النتائج بإذن الله في استراحة ما بين الشوطين مع العزيز خالد النفناف وضيفيه حمد الصنيع وحمد الدبيخي. فاصل إعلاني ونعود للأعزاء في الاستوديو الخاص بهذا اللقاء.